السلام عليكم الاخوان، جيسبر تكونوا بخير وعلى خير ومرحبا بكم في فيديو جديد. الفيديو ديال اليوم اكسبسيونيل كيف ما كتشوفوا في المينياتور، هو انك كيفاش تشري منتوجات بدون دفع ثمن الجمارك. مثلا كيفاش تشري من علي اكسبريس ولا علي بابا. هاد المواقع كتبيع منتوجات خارج المغرب. الموضوع ديالنا ديال اليوم هو انك كيفاش تشري وبلا ما تخلص الديوانه اي الرسوم الجمركيه. غادي نبارطاجي معكم الطريقه باش كنشري المنتوجات من علي اكسبريس بلا ما نخلص الديوانه. بمعنى الا شريت واحد البرودوي بثمن ديال 10 دراهم فغادي نخلص غير 10 دراهم. الديوانه ما غادي نخلص حتى شي ريال في الديوانه. هادشي كامل عن طريق واحد الخاصيه اللي سميتها دي تي بي. لذلك كنصحكم تشاهدوا الفيديو من اول دقيقه حتى لاخر دقيقه وما تضيعوا حتى شي ثانيه، لان الفيديو مهم بزاف بالنسبه لك. ولكن قبل ما نغوصوا في التفاصيل فكنتمنى منكم انكم تدعمونا بلايك الفيديو وشي كومونتير خفيف ظريف على قلوبكم، ولا باقي ما اشتركتوش في القناه اشتركوا وفعلوا داك الجرس باش يوصلك الجديد على شكل نوتيفيكاسيون. ودابا يلا نبداو على بركه الله. قبل ما نتعرفوا على الطريقه اللي غادي تمكنك من شراء اي منتوج وبلا ما تخلص عليه حتى شي ريال من الديوانه، غادي ندوي شويه على هذا الموقع الشهير ديال علي اكسبريس. شنو هو السبب اللي كيخلي واحد الشريحه كبيره انها تقدم لهذا الموقع اللي كيبيع منتوجات خارج المغرب وباحسن كاليتي واقل ثمن؟ مثلا ميكروفون ولا منتوجات ديال الاضاءه ولا لي زيكسيسوار. مثلا بحال الميكروفون الا كان داير في المغرب الثمن ديال 500 درهم، فراه في هذا الموقع غادي تلقاه غير بثمن ديال 70 درهم، ايرباد اسرميه وكاليتي زوينه. اخر منتوج شريته من علي اكسبريس هو واحد ديسك دور البي سي ديالي من نوع اس اس دي 1000 جيجا بثمن ديال 400 درهم. ولكن الا بغيتي تشري من داخل المغرب فراه غادي تقام عليك بكثر من 1000 درهم بسبب الخاصيه ديال الدي تي بي اللي غادي نشرح لكم دابا ايطاب بار ايطاب. فراه مجموعه من الناس كتقدس السلعه ديال الالكترونيك بحال الزيات ولا السيبورات ديال الهواتف اكسيتيرا. المهم سلعه الكترونيك كيشريو السلعه من علي اكسبريس وبلا ما يخلصوا الديوانه وكيبيعوهم عن طريق التجاره الالكترونيه. مثلا بحال ماركت بليس ديال فيسبوك. مشروع صغير ولكن العائدات ديالو كثيره والناس معيشين العائلات ديالهم فقط غير بهاد المخدامي هادو. هادشي كامل غير مجرد توضيح باش نحطكم في الصوره. ودابا ندوزو للعمر اللي هو الطريقه كيفاش انك تجيب سلعه وبلا ما تخلص الديوانه. فكل ما عليكم هو انكم غير تتابعوا الفيديو من اول دقيقه حتى لاخر دقيقه، وكذلك كنتمنى منكم انكم تدعمونا بلايك الفيديو وشي كومونتير خفيف ظريف على قلوبكم، ولا باقي ما اشتركتوش في القناه اشتركوا وفعلوا داك الجرس باش يوصلكم جديد على شكل نوتيفيكاسيون. مرحبا بكم مجددا الاخوات. من بعد ما كنجيو للواجهه ديال جوجل كنجيو للسيرش كنكتبوا هنايا علي اكسبريس. انا هنايا ديجا مكتوبه عندي كنكليكي عليها. من ما كنكليكيو عليها كطلع لنا هاد الواجهه هادي، كنجيو كنكليكيو على اول رابط اللي هو علي اكسبريس. وبالنسبه اللي ما عندوش الحاسوب فيستحسن انك تستعمل الهاتف. فراه كتمشي للمتجر الالكتروني كتلقى فيه واحد التطبيق سميتو علي اكسبريس، كتكليكي عليه وكتحاول انك تانستاليه في شاشه الهاتف. من ما كتانستاليه فراه كتستعملو عادي. ويستحسن انك تستعمل تطبيق ديال علي اكسبريس من الهاتف احسن ما انك تستعمل الموقع في الحاسوب. فراه كيعطيك تقريبا كاع المميزات وكيكون تقريبا سهل حتى في المعامله مع داك زعما البائع. هنا بحال دابا الواجهه ديال العلي اكسبريس هما غيطلعوا لينا هنا مجموعه من المنتوجات. بحال دابا هنايا فيها خصوم بحال هنا ناقص 53% ناقص 52%. نجيو لشي بحال دابا هنايا هاد اللي زياد ديال لينوفو دايرين 27 درهم ناقص 84%. بحال دابا انا هاد المنتوج هذا اللي بغيت نشري غادي نشريه بناء على الجواب ديالو من بعد ما غادي نسولو في الميساج غنقول ليه واش كتستعمل الخاصيه ديال تي تي بي. كما كنقولوا كنعاود نكررها بناء على الجواب ديالو. الا قال لي ريس راه كيستعمل الخاصيه ديال تي تي بي فراه غادي نشريها بثمن ديال 27 درهم. ثمن ديال 27 درهم من اي دوله كان، حيت الغالبيه ديال هذا تقريبا راه موقع خارجي. كتشري من دوله اخرى، ما غاتشريش من المغرب. ملي كتفاهم مع البائع ب 27 درهم وكيستعمل ديك الخاصيه ديال دي تي بي فراه غادي تشري بثمن 27 درهم وما غادي تخلص والو، ما غادي تخلص حتى شي ريال في الديوانه. حنا نجيو هنايا للسيرش نكتبوا هنايا عفوا هنا غنجيو للفئات. بحال دابا هنايا تقريبا كاينين مجموعه من المنتوجات في كل مجال. بحال دابا هنايا مستهلك الكترونيك، كاين الكمبيوتر والمكتب والآلة، الهواتف والاتصالات اكسيتيرا. حنا غنجيو هنايا للسيرش نديرو شي مثال على شي منتوج مثلا ونشوفوا الطريق كيفاش انني انا كنجيبهم من هذا الموقع هذا. ولكن انا كنستعمل الهاتف كيفاش انني كنجيب منتوج وبلا ما نخلص عليه حتى شي ريال من الديوانه. هنا غنجيو للسيرش غنديرو مثال على سماعات بلوتوث اللي هما لي زيات سونفيل. نديرو مثال سماعات بلوتوث. اما نديرو سماعات بلوتوث للاذن، نديرو سماعات بلوتوث. ها هي تكليكي على الروشيرش
غيطلعوا لك مجموعه من المنتوجات. بحال دابا هذا المنتوج هذا عنده ستور ديالو، وهذا المنتوج عنده ستور ديالو، كل منتوج وستور ديالو، وكل ستور عنده منتوجات. بحال دابا هنايا هاد الاوفيسيال بروداكت ديال 67 درهم، هنا هذا تا هو ديال 71 درهم. حنا نجيو لشي واحد رخيص بحال دابا هذا ستور سميتو لينوفو، نجيو نكليكيو على هذا المنتوج اللي داير 27 درهم، رخيص بالنسبه لي انا كمغربي. رخيص غنكليكي على 27 درهم، حيت جيت نشريه من داخل المغرب ما غلقاش بهذا الثمن، غادي نلقاه تقريبا فوق 100 درهم. كليكيو عليه، بعد ما كنكليكو عليه كيطلع لنا هنا المعلومات. هي لينوفو اوريجينال، كيطلع لنا المعلومات على هذاك المنتوج، وكذلك كيمكنك انك تختار الكولور اللي بغيتي وكتختار شحال من حاجه. حنا قبل ما نشريو، قبل زعما قبل ما نديرو اشتري الان ولا نضيفوه للسله، غادي نجيو نكونتاكتيو هاد البائع هاد السيلر هذا. غادي نجيو هنايا غنلقاو كونتاكت، نجيو نكونتاكتيو هاد البائع هنا. هنا غنجيو غادي نلقاو اتصال. من بعد ما كنكليكيو على اتصال، من بعد ما كنكليكيو على اتصال كطلع لنا هاد الواجهه اللي فيها الرسائل، اللي فيها الكونفرساسيون مع داك البائع. هاد البائع اللي غيبيع لنا هاد المنتوج اللي كنديرو عليه دابا مثال، كنت ديجا سولتو على هاد المكانه هادي، وكان قال لي نو زعما ما كيستعملش الخاصيه ديال دي تي بي في الساعات. حنا دابا غادي نسولو على هاد المنتوج ديال لي زيات ديال سماعات بلوتوث اللي كليكينا عليهم دابا ديال لينوفو. هنا بلاصه الميساج غادي نكتبوا لي غير باللغه العربيه، ولا كنتي كتحب انك تستعمل اللغه الفرنسيه فغادي نعطيك الجمله اللي غادي تسولوا بها. نقدروا هنا نجي نكتبوا هل تستعمل او هل تعتمد خاصيه دي تي بي. نقلبوا اللغه العربيه. كما كنقولوا يستحسن انك تستعمل الهاتف، ولكن الا كان عندك حاسوب فراه ما كاين زعما غرام ديال المشكل. غادي نكتبوا هنا هل تستعمل او هل تعتمد خاصيه الدي تي بي، هل تعتمد خاصية الدي تي بي، هل تعتمد خاصية نكتبوا خاصية ونجيو نكتبوا دي تي بي باللغة الفرنسية، نكتبوها ماجيسكيل دي تي بي، وغادي نصيفطوا ليه ميساج باش اننا ناخذوا هذا المنتوج هذا بناء على الجواب اللي غادي يعطينا هذا البائع هذا. بالنسبة للإجابة على الرسائل فراه كتكون تقريبا من مورا مدة ديال 12 ساعة ولا 8 السوايع على حسب البائع. الا قال لنا هنايا يس فراه غادي نكملوا الاجراءات ديالنا باش اننا نشريو هذا المنتوج. الا قال لنا يس فراه كيعني ان هذا البائع كيستعمل الخاصيه ديال التي تي بي وغادي تشري هذا المنتوج بدون ما تخلص الرسوم الجمركيه، اي ما غادي تخلص سريا في الديوان. غادي يجيك المنتوج ديالك عن طريق سبيداف ولا عن طريق البريد. بالنسبه لمن تيقول لك يس وكتكون باغي تشري هذاك المنتوج، فراه ملي كتكليكي على اشتري الان غادي يعطوك مجموعه من المراحل خصك تعمرهم. من بين دوك المراحل تكتب معلومات ديال واحد السيري كيف لاكارت بونكير ديالك، وتكتب الاسم ديالك وكذلك حتى العنوان فين ساكن. مثلا نديرو مدينه كازابلانكا ساكن في ليساتفا. ملي كتكليكي على ملي غتكتب لي مدينه ليساتفا غادي يجيك هذاك المنتوج من ديك الدوله اللي فيها هذاك البائع ولا اللي فيها هذاك المنتوج. نديرو مثال الصين غادي يجيك من الصين حتى لساسفا، غادي يجيك بلا ما تخلص الجمارك، غادي يجيك بلا ما تخلص حتى شي ريال على الديوانه. ملي كتقول ليه انت واش كتعتمد على خاصيه ديال تي تي بي، فراه ملي تيقول لك ياس كيعني باللي هو غادي يتكلف بالمصاريف ديال الشحن وكذلك بالمصاريف ديال الخسائر، حيت يقدر يطيح ولا يتهرس في الديوانه. مثلا الا قال لنا هذا البائع هذا نو، الا كانت الاجابه ديالو بنو، الا كانت الاجابه ديال هذا البائع بنو، شنو عفوا نقلبوا اللغه الفرنسيه. الا كانت الاجابه ديال هذا البائع هذا بنو، قال لنا هو اللي صيفط لنا هذا الميساج، انتما كيما شفتوا انا غنكتبها باللغه العربيه وغادي تترجم باللغه الفرنسيه. بالنسبه لهذا الميزان اللي ما عارفش بحال كنتي بغيت تكتب باللغه الانجليزيه تقدر تكتب ليه هاي بليز دو يو اكسبت دي تي بي تو موروكو. الا كنتي بغيت تكتبها لي باللغه الانجليزيه تقدر تكتبها باللغه العربيه. فراه هذه الميزه هذه كاينه في هذا الموقع ديال الترجمه، كترجم اوتوماتيكمون. بحال كتبتي ليها تعتمد خاصيه دي تي بي فراه غادي تطلع ليه هو وغتطلع معاها واحد الجمله اخرى مترجمه ديال انه واش كيعتمد خاصيه ديال دي تي بي. دابا نديرو مثال الا طلع لينا نو، الا كانت الاجابه من هذا البائع بلي راه ما كيعتمدش على خاصيه ديال دي تي بي، فراه غادي نجيو عاوتاني المجموعه ديال المنتوجات اللي كنا روشيرشين عليهم. فراه ملي كليكينا على سماعه بلوتوث فراه طلعوا لنا مجموعه ديال المنتوجات. نجيو نقلبوا على شي منتوج اخر كيبيعوا شي ستور، بحال في لو كليكينا على 27 درهم نجيو نديروا هذا اللي حداه 71 درهم شمن ستور سميتو ويلكم دال، نكليكيو عليه
الثمن ديالو راه 71 درهم، حتى هو راه رخيص. الا جيتي تشريها في المغرب راه ما غتلقاش بهذا الثمن هذا، حتى هو فيها هما لي كولور. كذلك تقدر الا بغيتي تشري ثلاثه كما قلت لكم هنا غنجيو لهاد ديك النقطه اللي كنت قلت لك، تقدر انك ديرو كمشروع صغير. واحسن مشروع في هذا رمضان هذا هو انك تقدم من على اكسبريس وتعاود تبيع في ماركت بليس، ولا تقدر غير تبيع في واتساب ديالك ولا في فيسبوك. بحال دابا هنا بغيتي تشري ثلاثه، هنا بغيتي تشري سته ولا خمسه، مني ولكن بناء على الجواب ديالو. الا قال لك ياس بلي راك يعتمد على الخاصيه ديال تي تي بي، فراه بامكانك انك تشري هاد الخمسه عن طريق الثمن ديالو 71 درهم للبياسه، غتجمعهم غيعطوك واحد الطوطه ديال واحد الثمن. ولكن الا ما قالت لك ياس فراه غادي تخلص واحد الثمن كبير في الديوان. ان صار وقال لك ياس فراه ما غادي تخلص حتى شي حاجه في الديوانه، وغادي يجيوك من ديك الدوله اللي شوبيتيهم منا او سوقتيهم منا على حسب البائع فين كاين، غيجيوك حتى الباب ديال الدار عن طريق سبيداف ولا عن طريق البريد. كما قلت الا قال لك نو غنجيو عاوتاني عند هذا غادي نسولوه دابا نيت، نجيو لهنايا ما نديروش ما نكليكوش على اشتري الان، غادي نكليكو على اتصال. بعد ما كنكليكو على الاتصال حتى هو كطلع لينا في بلاصه الواجهه ديال الرسائل، يطلع لينا هنايا غادي نجي نكليكيو على ها هو اللي هو سميتو مستر جلوبال. هذا هو اللي كنا كليكينا عليه دابا، هو هذا مستر جلوبال. راه كنظن هذا السطور هذا راه مشهور بلي راه هو اللي كيعتمد على خاصيه دي تي بي، وتقريبا كاع المغاربه كيعتمدوا على هذا السطور هذا، كيجيبوا منه السلعه كتجيهم في على البريد ولا سبيطار وما كيخلصوش الديوانه، وكيعاودوا يبيعوا فيهم البيع. حتى هو كذلك غادي نسولو غير باللغه العربيه واش كتعتمد على خاصيات دي تي بي. من بعد ما كتكتب ليه حتى هو كتصيفط ليه ميساج، الا قال لنا ياس فراه كنكملوا الاجراءات ديالنا. دابا غندخلوا للكونفرساسيون، نوريكم بعض الدردشه مع البائعين اللي شريت من عندهم منتوجات، باش تاكدوا باللي راه المنتوج راه كيجي بلا ما تخلص عليه التشغيل في الديوانه. ما بغيناش الفيديو يكون طويل، ولكن غادي ندخلوا غير لشي متجر تدويش معاه. بحال هذا كان قال لي اهلا عليك سولتو، لا هذا هو اللي درت لكم عليه مثال. مثلا هذا المتجر هذا ديال المتجر تشوب تشيك، كنت سولته قلت ليه واش كتستعمل دي تي بي، قلت لي مرحبا اخي، زعما قلت ليه ميساج عادي، قلت ليه هاي دي تي بي بحال هكا ديريكت. هو كيفهم. المهم هو الفكره انها توصل واش كيستعمل ديك الخاصيه. بحال دابا هاد نشوف الكونفرساسيون ديال هاد سميتو، كان قال لي راه بلي راه كيستعمل دي تي بي. واش عليه؟ لا باقي ما جاوبنيش، هذا باقي ما جاوبني. كنت سولتو على هاد المنتوج هذا، نوريكم المنتوج اللي كنت باغي نتقدم. هاد المنتوج هذا عباره عن هاد الباك هذا فيه لا سوغي وفيه كاسك وفيه كلافي. هاد المنتوج هذا كان دايره هو ديال 120 درهم كامل. تا هو كنت دخلت قبل ما نكليكي على اشتري، دخلت عنده الكونتاكت وكنت كنتسنى دابا غير يجاوبني. الا قال لي راه بلي راه كيعتمد على الدي تي بي فراه غادي نشري هذا المنتوج هذا. هنايا راه مجموعه من الماتاتات كتدويت معاهم هما. كاين هنايا بعض المنتوجات اللي كنت شريتهم. ما بغيتش الفيديو يكون طويل، كنتمنى ان الفكره تكون وصلات، ولكن كاين بعض النقاط بحال شنو هما الاجراءات اللي غادي تاخذ الا كذب عليك شي بائع. بحال دابا كاين شي بائع غادي تسولو غتقول لي واش كتعتمد على الخاصيه ديال التي تي بي. الا قال لك ياس نتايا خديت درتي الاجراءات ديالك وخديتي هذا المنتوج مني، وصلك المنتوج للمغرب هنايا سبيداف قالت لك خاصك تخلص. هنايا عاوتاني كاين واحد النقاط اللي خاص واحد الاجراءات اللي خاصك تاخذهم، هو انك ما غاديش تاخذ هذاك المنتوج وغادي تدخل على الاكسبريس وغتفتح نزاع. من بعد ما كتفتح نزاع المبلغ ديالك اما كيرجع لك المبلغ ديالك في مده ديال يومين، ولا كتمشي كيرجع لك هذاك المنتوج وكتاخذو فابور بلا ما بلا ما زعما بلا ما تخلص دوك الرسوم اللي تفرضات عليك. حيت كاينين شحال من نقاط. ولكن الا لقيت هذا الفيديو هذا لقى اقبال وعدد محترم من اللي لايك، فراه غادي نعرف باللي مجموعه من الناس زعما مهتمين بهذا الموضوع هذا ديال الشراء عن طريق دي تي بي في المواقع الالكترونيه مثلا بحال علي اكسبريس، هو اللي كنشوبي منه انايا. فراه غادي نضطر انني ندير فيديو اخر غادي نشرح فيه كاع دوك النقاط اللي خصهم تقريبا كلهم خصهم غادي يتعرفوا كاع دوك النقاط. كيفاش انك تفتح نزاع، كيفاش انك تتبع ديك الكوليه ديالك، زعما شنو هما التطبيقات اللي غادي نتبع الكوليه اللي غادي نتبع فيه الكوليه ديالي فين وصلات. بحال حيت راه غادي تضرب واحد مثلا خدينا من الصين راه غادي تضرب طراجي، غادي تضرب داك الطراجي من الصين حتى للمغرب. شنو هما النقاط اللي غادي تكون فيهم؟ امتى غادي نعرف باللي راه المنتوج ديالي وصل هنايا وصل للمغرب، واش من زعما من بلاصه كاين، واش كاين في سبيداف
ولا كاين في البريد، نقدر زعما الا ما بغيتش نتسنى ان ديك المده اللي غادي تليفرا فيها، نقدر انا نمشي عند السبيطار في اللوكال ديالو ونمشي وناخذو. بطبيعه الحال غادي تستعمل البطاقه الوطنيه اللي حيت هي اللي فيها المعلومات الشخصيه ديالك اللي كتبتي النهار الاول في دوك المراحل. وصلنا لنهايه ديال الفيديو، فكنتمنى ان الفكره تكون وصلات، وكذلك كنتمنى انكم تدعمونا بلايك الفيديو، وكما قلت وصلت غير دابا الا لقيت واحد العدد محترم من مشاهدات وكذلك لي لايك، فغنعرف باللي راه الناس مهتمه انها تعرف النقاط اللي كنت ذكرت. وصلنا لنهايه ديال الفيديو، فكنتمنى منكم انكم تدعمونا بلايك الفيديو وشي كومونتير خفيف ظريف على قلوبكم، ولا باقي ما اشتركتش في القناه اشتركوا وفعلوا داك الجرس بتوصلكم الجديد على تكون نوتيفيكاسيون. نتلاقاو في فيديو جديد، مع السلامه.